قبل ما نبدأ، اللهم كن مع أهل فلسطين واحفظهم بحفظك وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بمن طغى وتجبر فقد أفسد في الأرض وقتل الأبرياء. اللهم انصر إيران وفلسطين وكل دولنا العربية الحبيبة. آمين يا رب العالمين. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إن في زرار أحمر موجود على مكتب رئيس كوريا الشمالية. الزرار ده لو اتداس عليه ممكن يدمر العالم كله في أقل من نص ساعة، والمصيبة إن الزرار الصغير اللي أنت شايفه ده متوصل بصواريخ نووية مدمرة قادرة تمسح مدن كاملة من على الخريطة. بس السؤال هنا، إيه اللي هيحصل لو فعلا قامت حرب نووية؟ هنعيش ولا ده هو هيبقى المشهد الأخير؟ أهلا بيكم بقناة سؤال في السريع. أنا مصطفى بسيوني، والحلقة دي من سلسلة ماذا لو هنجاوب على سؤال: ماذا لو قامت حرب نووية؟ بس لو لسه جديد في القناة يا صديقي متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. خليك معانا. الحرب النووية دي مش زي أي حرب تانية، دي مش حرب بدبابات ولا طيارات ولا جنود بيتخانقوا بسلاح، دي صواريخ فيها طاقة كفيلة تسيح مدينة بالكامل وتقتل ملايين في ثواني. القنبلة النووية الأولى اتجربت سنة 1945 في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وبعدها بأيام ضربوا قنبلة هيروشيما وناجازاكي. خلينا أفرجكم على اللي حصل. وزي ما انتوا شايفين القنبلة الواحدة دمرت مدينة بالكامل، وسابت وراها آلاف الجثث وأمراض سرطانية مستمرة لأجيال، واللي عند الدول دلوقتي أقوى بمئات المرات من اللي اتضربت على اليابان. قنابل كفيلة إنها تدمر الأرض باللي فيها أصلا. روسيا لوحدها عندها أكتر من 5000 صاروخ نووي، وأمريكا نفس الكلام. يعني لو قامت حرب نووية ده مش هيبقى قصف مدينة واحدة، ده هيبقى تبادل ضرب. كل دولة هتضرب التانية ونخش في دوامة اسمها الدمار المتبادل. خلينا نتخيل السيناريو: كوريا الشمالية أطلقت صاروخ نووي على قاعدة أمريكية ودمرتها بالكامل. أمريكا ردت وضربت صاروخ أقوى ودمرت قاعدة كوريا بالكامل. روسيا حست بالخطر فدخلت الحرب. الصين دخلت الحرب عشان تحمي مصالحها، وفي لحظات آلاف الصواريخ بتتحرك في السماء، كل واحدة متوجهة لمدينة معينة زي بقى موسكو، نيويورك، طوكيو، كلها أهداف محتملة. وفي خلال أقل من ساعة نص الكوكب بيتحول لتراب، والنص التاني بيتسمم بالإشعاع. الكارثة: أول حاجة هتحصل الوميض. لو كنت قريب من موقع الضرب هتتبخر في لحظة، جسمك هيتحول قبل ما تحس بأي حاجة. ولو كنت بعيد شوية النار هتحرقك، الموجة الانفجارية هتكسر كل عظمة في جسمك. الناس هتموت بالملايين في أول دقيقة. بس الأسوأ لسه جاي: الإشعاع النووي هيبقى في كل حتة، الهواء، المية، كل حاجة تبقى ملوثة. حتى الناس اللي عاشت هتبدأ تموت بالبطيء، سرطانات، تشوهات، فشل أعضاء. بعد الضربة هيتجمع ملايين من الغبار والدخان الأسود. الدخان ده هيحجب الشمس عن الأرض لشهور يمكن لسنين. درجة الحرارة هتنزل لدرجات متجمدة جدا، النباتات هتموت، المحاصيل مش هتطلع تاني، والحيوانات هتنقرض، وهنخش في حاجة اسمها الشتاء النووي. ساعتها المجاعات هتبدأ، الناس هتقتل بعض عشان حتة عيش، والدول هتقع والأنظمة هتنهار. طيب هل احنا ممكن ننجو؟ ايوه ممكن ننجو، بس محدش هيقوم. الاطفال هيتولدوا بتشوهات، طبعا انا معرفتش اجيب لكم التشوهات عشان سياسات اليوتيوب. الناس هتبقى عايشة في ملاجئ تحت الارض، او اكل نضيف هيبقى عملة نادرة. مفيش تعليم طبعا، ولا مفيش حكومة، ولا مفيش كهرباء، والمجتمع كله هيبقى عبارة عن ناس بتحاول تنجو وسط الفوضى. هتقولي طب يا عم خضتنا، هل احنا ممكن نموت في لحظة؟ هل في فرصة ان ده ما يحصلش؟ ايوه، لحد النهاردة الدول العظمى عارفة ان النووي ده مش لعبة، وعلشان كده في اتفاقيات زي معاهدة سلام عدم انتشار السلاح النووي، وفي قواعد صارمة لتأمين الزرار الأحمر. بس كل ده ممكن ينهار في لحظة لو عصبتوا الراجل ده. الراجل ده لو اتعصب ممكن يدمر العالم كله، وممكن يتك على الزرار. فمحدش يعصبه، ولا ترامب يعصبه، ولا أي حد يعصبه، عشان حياتنا كلها في ايد الراجل ده. وفي مرة من المرات العالم كله كان ممكن ينتهي لولا الراجل ده. في سنة 1983 جهاز إنذار روسي رصد هجوم نووي أمريكي. العقيد ستانسيلف بيتروف كان المفروض يرد بهجوم نووي فوري، بس قال لأ، وقال ممكن يكون الجهاز ده عطلان.
وبالفعل الجهاز كان غلطان، وهو الراجل اللي أنقذ العالم من حرب نووية بدون ما ياخد أي أوامر. تخيل العالم كله كان ممكن يبقى مصيره في قرار فرد واحد. العالم كله ممكن ينتهي في 30 دقيقة بس بقرار واحد غلط. النووي مش قوة، النووي لعنة. ولو الناس ما اتعلمتش من اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي، يبقى احنا بنكتب نهايتنا بإيدينا. احنا محتاجين نقف ونفكر. هل رئيس كوريا الشمالية المفروض يفكر هل الزرار الأحمر ده يستاهل، ولا الأفضل نعيش ونخلي اللي جاي أحسن من اللي فات؟ لو وصلت لنهاية الفيديو يا صديقي وحاسس ان الفيديو عجبك وانت مبسوط، لو شايف ان الموضوع ده مهم، شارك الفيديو مع اي حد تحس انه يهمه امره، واعمل لايك عشان نوصل اكبر عدد من اللايكات، وعلق تحت واكتب انا بسألك، هل تفتكر ممكن يحصل حرب نووية قريب وليه؟ وقول لي في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان لسه عندنا اسئلة كتيرة محتاجة اجابات. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.